المجاميع القليله عاليه الشده هاي انتنسيتي لو فوليوم هي سبب توقف تقدمك في الجيم. اولا لو انت لسه بادئ في الجيم تعرف منين ان المجاميع كلها فعاله، وده السبب اللي بيخلي المبتدئين يلعبوا مجاميع اكتر، لان اصلا مهاره التمرين نفسها لسه ما اتقنهاش. فاكيد 3 في 10 عداد ب 10 كيلو دمبل وايده بتترعش في تمرين الصدر مش زي واحد بيتمرن بقاله 5 سنين بينزل بالدمبل لل 50 كيلو يلمس صدره ويطلع للاخر. فطبيعي هنا هنحط للمبتدئ مجاميع ازيد عشان نحقق اكبر قدر من الميكانيكال تنشن. بس يا ترى ايه اللي هيختلف مع الشخص المتقدم؟ لو حد متقدم وعنده ضعف في حجم عضله ما ينفعش يكون بيمرنها بنفس المجاميع العضلات التانيه. دكتور لين نورتون بيقول ان في فتره لقى ان كتفه الجانبي صغير جدا ورجله كبرت قوي بسبب السكوات والديد ليفت، وده اثر على شكل الاكس فريم بتاع جسمه. فقرر انه يلعب سايكل 12 اسبوع، كل اسبوع هيزود مجموعتين او 3 للكتف الجانبي، لحد ما اخر اسبوع للسايكل كان وصل ل 40 مجموعه للكتف الجانبي في الاسبوع الواحد، وده عمل له تقدم وفرق كبير جدا في العضله. فالخلاصه ما تاخدش المعلومه من الوش وما تبقاش فاهم تفاصيلها وازاي تعرف تطبقها على حسب مستواك.